السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي. معانا فيديو جديد من فيديوهات المراجعة وشيت رقم 3، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شيت رقم 3 بيقولك في سؤال رقم 1: لاحظ النقاط المحددة على المستوى الإحداثي المقابل واكتب الزوج المرتب لكل نقطة. ولكن قبل ما نحدد النقاط والأزواج إلى آخره، محتاجين بس نراجع كام نقطة كده قديمة، وهي أنا عندي كام شكل أصلا من مستويات الإحداثيات. يعني عندي شكل وهي الناس كلها عارفاه، وهو الشكل ده. والمحور اللي تحت دوت فيه قيمة الإكس أو فيه الاسم إكس، والمحور اللي فوق اللي هو قيم الواي. كنا تحت بالرقم بنقول إيه؟ 1 2 3 4 5 إلى ما نهاية. مثلا كنت هكمل بقى، وهنا في برضو 1 2 3 4 5. وكنا حضرتك لما نيجي نحدد نقطة على هذا المستوى، لو نفترض نحط نقطة هنا مثلا، يعني فالنقطة دي كانت بتتكون من جزئين مهمين، وهي الإكس والواي، وده اسمه زوج مرتب بالمناسبة يعني. طب قيمة الإكس والواي، والله كنا نبص تحت على المحور اللي تحت ونطلع من عنده عند الاتنين والواحد، يبقى القيمة بتاعتنا كام وكام؟ 2 1. ثواني بس الأذان ونكمل دلوقتي. ماشي. فقلنا النقطة دي هتبقى أحداثية 2 و1 اللي هي الإكس والواي يعني. وطبعا لو خدنا نقطة تانية مثلا هنا كده، عايزين ناخد بس نقطة مظبوطة، برضه نفس الموضوع، احنا هنطلع من تحت هنا لحد ما نوصل لفوق، وهنا برضه كده. فبقى عندي النقطة دي كام وكام؟ مفتكر انا باخد دايما اكس وواي، فيبقى 4 وكام و4. ده نوع من انواع الاحداثيات. طب النوع التاني عبارة عن ايه؟ والله عبارة عن الاحداث المتعامد، اللي هو المتعارف عن طلبة الاعدادي يعني، حتى طلبة ستة بتاخد الكلام ده. فالنظام المتعامد دوت فيه حاجتين: في اكس شرطة، وفي واي ايه؟ واي شرطة. طب هنا بتكون قيم موجبة، اللي هي 1 وال2 وال3 وال4 وال5. برضو هتكمل، عاوز تكمل، -1 -2 -3 -4. وهنا برضو ايه؟ -1 -2 -3. هنا 1 هنا 2 هنا 3. ركز معايا بقى بالله عليك. الربع الاول دوت عبارة عن ايه؟ ده اسمه الربع الاول بالمناسبة يعني، لو انت مش عارف. الربع الاول ده بتكون اشارته دائما موجبة، والثاني بتكون اشارته سالبة موجبة، والتالت سالب. طب والرابع موجب سالب. هناك طالب ممكن يسأل سؤال: جبت منين موضوع الموجب والسالب والموجب وكده؟ سهل خالص. مش احنا اتفقنا مع بعض ان اصلا النقاط الاحداثيات بتتكون من زوج مرتب؟ المسقط الاول بيعبر عن احداث الاكس او قيمه الاكس دوت، والمسقط التاني بيعبر عن قيمه الواي. خلاص، انا لما جيت هنا بصيت، انا عارف مسبقا ان كل القيم اللي موجوده في الربع الاولاني دوت كلها قيمها موجب، فقلت لك موجب. هنا ممتاز، سالب موجب، هنا سالب موجب سالب. فمن هنا قدرت اعرف قيم الازواج المرتبه. وركز جدا في النقط اللي انا قلتها دي عشان نرجع نحل عليها دلوقتي. تعال نمسك اول سؤال ونشوف. اول حاجه بيسالك عن قيمه الايه. فين الايه موجوده هنا، بس خلي بالك دي موجوده على محور الاكس. طب هنعمل ايه في النقطه ديت؟ بص يا سيدي، خلاص، مش احنا اتفقنا على بعض ان ده عباره عن اكس وده عباره عن واي؟
اه صح، هي قيمة الاكس بكام؟ باربعة. طب هي طلعت حاجة في الواي؟ لا، يبقى 4 وصفر. قيمة البي هنا ايه؟ تعالى بقى نمشي زي ما احنا مشينا. احنا قلنا اكس واي، الاكس بكام؟ ب5 والواي ب4، يبقى 5 وكام؟ 5 و4. السي هي هنا، بس انا كسلت ايه انزلها شويه، يعني مش موضوع يعني. دي اسمها نقطة الاصل، احداثيها كام وكام؟ 0 و0، واحفظها دايما. الدي هنا ايه؟ هنطبق نفس اللي طبقناه ايه على اليمين. طب هنعمل ايه؟ هنقول هنا هنطلع من تحت كده وعلى اليمين كده، يبقى قيمة عند الاكس بقد ايه؟ ب4، والقيمة عند الواي ب5. الاي هنا نفس اللي عملناه، هناخد قيمة من عند الاكس وقيمة من عند الواي. القيمة من عند الاكس -4، وقيمة من عند الواي سالب كام؟ 3. آخر حاجة قيمة الاف نفس اللي عملناه، هناخد من عند الاكس، يبقى 4 وكام؟ وسالب 5. أظن سؤال سهل مفيهوش أي مشاكل. لو جالك تعرف تحل السؤال، وأديك فهمت وتذكرت ازاي الإحداثيات والنظم الإحداثية ازاي بنحلها، ونحدد ازاي الأزواج على الشبكة التربيعية. تعال نبص على السؤال رقم 2. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة 4 و3 تقع في الربع. ممتاز، شاطر، تقع في الربع الأول فعلا. ليه؟ لأن اتفقنا على بعض اتفاق من شوية إن الربع الأول إشارته دايما لازم تكون موجب. فهنا الإشارة هنا إيه؟ موجب فعلا، هنا موجب. فالربع الأول إشارته إيه؟ فده يقع فين في الربع الأول. إذا كانت بي وإيه تقع في الربع التاني. الربع التاني والله أصلا أنا كنت عارف إن إشارته سالب موجب، يبقى ده لازم تكون قيمته سالبة وده قيمته موجبة. ركز بقى معايا الله يرضى عليك. بيقول لك هو يقع في الربع التاني، يبقى قيمة الإيه والبي إيه؟ يبقى أنت عارف إن قيمة الإيه يجب ولا بد ولازم إن تكون قيمة الإيه أكبر من قيمة البي. المسافة التي تبعدها النقطة -7 و3 عن محور. فاحنا هنا عاوزين المسافة عن محور اكس، فهنحط قيمة الاكس ب0. يبقى انت حضرتك عارف ان المسافة قد ايه؟ المسافة عبارة عن 3 وحدات. السؤال اللي بعديه، إذا كانت النقطة A و B تقع على محور الاكس فإن الرقم الذي قيمته 0. خلاص حضرتك عارف ان النقطة A و B تقع على محور الاكس، يبقى 100% مين اللي قيمتها ب0؟ قيمة الواي 100% هي اللي قيمتها ب0. يبقى كده اللي قيمته ب0 هي مين؟ هي البي. لأن مثلا أنت لو قلت مثلا يعني عايزين نحط النقطة دي مع المحور إكس، دي قيمتها بكام؟ -2 مثلا و0. خلاص يبقى هي قيمة الواي أصلا ب0. طب لو عكس تقع على محور الواي، يبقى أعكس بقى، حط الإكس هي اللي ب0. ده إذا عكس الإكس حط مكانها إيه؟ واي. مساحة متوازي الأضلاع المقابل. حضرتك مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن طول القاعدة في الارتفاع اس في اتش. بس خلي بالك مش أي قاعدة ومش أي ارتفاع، لازم يكون قاعدة وقدامها ارتفاع مناظر لها. يعني دي قاعدة وده الارتفاع المناظر للقاعدة. يعني مثلا ما تجيش يكون في ارتفاع من هنا مثلا لحد هنا وتقول لي ان دي قاعدة وارتفاع مناظر. لا، دي اللي قاعدة وارتفاع مناظر، دي كده قاعدة وده ارتفاع مناظر، ودي قاعدة وده ارتفاعها المناظر. خلي بالك من النقطة المهمة دي. فنقول هنا كام؟ 4 في 7 بكام؟ 4 في 7 ب28. إجابة رقم د. السؤال اللي بعديه، اوجد مساحة الأشكال التالية. الشكل ده شكل مستطيل. مساحة المستطيل بتساوي اللي في دبليو اللي هي الطول في العرض، يعني ال بقد ايه؟ ب3، والدبليو 2.5. 3 في 5 ب15، 5 ومعاك الواحد، 2 في 3 ب6، وواحد 7. اللي معايا بعد رقم واحد تبقى علامة هنا، تبقى الإجابة 7.5. السؤال اللي بعديه لازم تكتب الواحدة جنب السؤال. الشكل ده شكل مربع. طب مساحة المربع عبارة عن اس أس 2، طول الضلع في نفسه يعني. طب الطول الضلع عندك بقد ايه؟ ب4، يبقى 4 أس 2.
وكما تعلمنا في درس الأسس إن العدد المرفوع لقوة معناه إن 4 في 4 هي عبارة عن 16 سم، ومش أي سم، ده سم إيه؟ سم مربع. هنا على فكرة برضه يا ولاد سنتيمتر مربع، ماشي. آخر حاجة مساحة المثلث. مساحة المثلث ال A بتساوي نص B في ال H، نص القاعدة في الارتفاع، يعني هيساوي نص أهو. فين القاعدة؟ القاعدة هي ب4 في الارتفاع ب2. يلا حلو، 2 تحت مع 2 فوق يبقى الإجابة عبارة عن كام؟ 4 سم مربع، وهو المطلوب إثباته. طب تعالى بالمرة نقول المحيطات بتاعت الأشكال. مش ده مستطيل؟ يبقى المحيط بتاعه عبارة عن الطول زائد العرض، الكلام ده كله مضروب في ايه؟ في 2. فلو طلب منك المحيط هتقوله 3 زائد 2.5 مضروبة في كام؟ مضروبة في 2. 3 زائد 2.5 5.5. 5.5 في 2 بكام؟ ب11. الشكل اللي بعديه المربع. حضرتك المفروض عارف ان المحيط بتاع المربع عبارة عن اس فيه، مظبوط، اس في 4 طول الضلع في 4، يبقى 4 في 4 بكام؟ فعلا ب16 سم برضه، ها. واللي فوق دي برضه كانت سم يا ولاد، دي سنتيمتر يعني، بس انا بدلعها بقول لها سم. اخر حاجة المحيط بتاع المثلث. هل المثلث ليه محيط اصلا؟ عموما خدها قاعدة مني كده ليك، محيط اي شكل ربنا خلقه في الدنيا هو عبارة عن طول الخط الخارجي للشكل. طب انا معايا 2 ومعايا 4، اتبقى لي الضلع الاخير ده اجيبه منين؟ طالب السنة تالتة اعدادي تركز معايا بالخصوص في هذه النقاط. انا ازاي هقدر اجيب الضلع التالت؟ حضرتك ده مثلث قائم معاك ضلعين، بالك التالت يبقى مظبوط فيثاغورس. يبقى انا ازاي اجيب الضلع الاخير دوت؟ هقول والله 4 أس 2 زائد 2 أس 2 هيساوي 4 أس 2 ب16، و2 أس 2 ب4، يا مجموعهم 20. بس أنا بجيب الجذر، يبقى جذر 20 قد إيه؟ جذر 20 هي عبارة عن 4 في 5، يبقى عبارة عن 2 جذر كام؟ 2 جذر 5. يبقى الضلع ده كله عبارة عن بقيمته ب2 جذر كام؟ تاني احنا قلنا طول الضلع ده عبارة عن كام؟ 2 جذر 5. قلنا المحيط عبارة عن 4 زائد 6 زائد 2 زائد 2 جذر 5، مجموعهم في الآخر كام؟ 6 زائد 2 جذر 5 سم. في الغالب ده يكون الشيت الأخير. ممكن يكون في شيت رقم 4 هقول عنه إن شاء الله لو في يعني. أتمنى إن أنت تكون استفدت. لو فهمت احمد ربنا، لو ما فهمتش ارجع اتفرج على الفيديو مرة كمان. وزي ما قلت وزي ما هقول، العلم يحتاج إلى تقييد، فعشان تقدر تفهم كويس الكلام دوت محتاج ترجع تكتبه مرة كمان، ودي حاجة أساسية جدا عشان تقدر تستوعب وتفهم الكلام اللي شرح. وذاكر وراجع اللي عليك واعمل اللي عليك، والله المستعان. شكرا لأنك اتفرجت على الفيديو لحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.